ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. اقول لك بس كلمتين في حوار ارض اكتوبر ده، عشان الواحد، انا هشوف حد يروح يربطني على مزلقان قطر عشان اخلص. انا كل اللي بفكر فيه من ساعه ما بدا الليله والدرويله دي في حاجه واحده بس: احنا معانا ارض من 2003 مسقعينها في الصحراء وقاعدين بنفل فيها عرس. طب انا ليه قاعد بشتكي ان هو عنده فرعين وثلاثه واربعه وخمسه؟ مش عارف الاهلي بقى عنده 5 فروع ولا بشتكي من ايه؟ طب ما انا عندي ارض من 2003، حد قال لي ما ابنيهاش؟ مش لما كنت بنيت الارض دي كان ممكن اخلص الفرع الثاني في 2015 مثلا، ودلوقتي بتكلم في الثالث مثلا؟ لا بس احنا ما كناش فاضيين نبني الارض يا اسطى. عارف ليه مش فاضيين نبني الارض؟ عشان ده متخانق مع ده، وده عايز ياخد مجلس الاداره من ده، وده بيحجز على ارصده ده، وده بيجيب لي ده بلطجيه وخناقات، لا واكتب عقود للعيبه غلط، وبالتالي يبقى عليك ديون قد كده وغرامات في الفيفا، وتجيب لعيبه اصلا ما عندهاش فكره عن الكوره وتديها فلوس قد كده، والمدرب اللي يروح يمشي ويهرب، والمدرب اللي يشتكيك، وبعد كده تقعد تجيب فرقه تانية بدل الفرقه اللي مشيت، فتدفع اكتر فتتداين اكتر، فانت مش فاضي انك تبني ايه اصلا. فرع تاني ده كويس ان الفرع الاولاني ما قفلش بالمشاكل اللي كانت عندك دي كلها. اهمال، ادارات فاشله كلها اهمال، قله كفاءه وقله امانه، اهمال يا صاحبي. 2022 سنه عندك ارض مش عارف تبنيها؟ مفيش اداره كده في الدنيا، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. واللي يقول لك اصل